مع انه فترة الصيام الفترة اللي بنمتنع بيها فيها عن الاكل بتبقى فترة طويلة جدا، لكن الغريب انك تلاقي ناس بعد شهر رمضان الكريم طالعة من الشهر وزنها زاد. ده طبعا لانه في غلطات كتير اكيد بنعملها. ايه هي الغلطات دي واشهرها ايه وتصحيحها ايه اللي يلحق نفسه بقى في العشر ايام اللي جايين ونستمر على النظام الصحي حتى ان شاء الله بعد رمضان؟ ده اللي هيقول لنا دكتور هشام الوصيف، اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه. مساء الخير. مساء الخير. انت قول لي اشهر الغلطات اللي بنعملها. ان احنا مش عارفين جسمنا ومش عارفين رمضان ايه اللي بيحصل فيه. لازم نبقى عارفين ان فترة الصيام الطويلة دي بيبقى الجسم عنده احتياجات بيبقى محتاجها في الفترة دي ما بيعرفش ياخدها. مهم. لان احنا دايما اتعودنا في الايام العادية بنفطر ونتغدى ونتعشى فبناخد 3 وجبات في اليوم، فلازم الجسم بيبقى له احتياجه يومي. فبالتالي فترة الصيام بيقل معدل حرق الجسم عشان يبدأ يساعد ان الجسم ما يقعش، ما يحصلش الواحد هبوط اثناء شغله او اثناء عمله بالنهار. فبالتالي معدل الحرق لما بيبدأ يقل يبدأ يزيد معاه حاجة اسمها هرمون تخزين الدهون. مهم. بعد كده في وجبة الفطار احنا مشكلتنا بقى بنبقى جعانين او عطشانين، فبالتالي بنميل شوية ان احنا نشرب حاجات بسكر كتير. ده حقيقي. ودي من الحاجات اللي هرمون تخزين الدهون بيبدأ يزودها في التخزين، فيبدأ يخزن السكر اللي بناخده ده في صورة جلايكوجين. وده من الحاجات اللي بتزود شراهة الأكل بعد كده وبتزود الوزن أو بتزود تخزين الدهون مهم. في الجسم. مشكلتنا كمان ان احنا متعودين ان احنا لما بناكل بناكل مره واثنين وثلاثه عشان نخزن لبكره، وده طبعا عاده خاطئه. المفروض ان احنا اه. على قد ما بنقدر ان احنا لما بناكل ناكل باعتدال، ناكل مهم. ايه اللي الجسم محتاجه او هو فتره الصيام الطويله كان في احتياج ليه بيبدا ياخده، هنبدا ناخده في الفتره دي. اذا كان محتاج بروتينات هناخدها، محتاج نشويات بكميات كويسه هناخدها، محتاج فيتامينات ومعادن في صوره فواكه او خضروات بناخدها، لو محتاج شويه دهون بناخدها. كل ده احتياج جسمي بناخده بكميات صغيره. المشكله بقى الافراط في الاكل او في كميات الاكل على اساس ان انا هاكل الوقت عشان اخزن لبكره، ده انا محروم طول اليوم. لا، ده انا ههبط وهدوخ، لان الميتابوليزم او التمثيل الغذائي بتاع جسمي اتعود ان الحرق بتاعه ان هو يحرق من الاكل اللي داخله. يعني عشان يمد الجسم بالطاقه لازم اكل وقتي عشان احس ان انا كويس. في خلاف ان هو ممكن يزود وزنه او يزود تخزين الدهون او تخزين النشويات في صوره جلايكوجين عن طريق ان هو كل ما يحس ان هو تعبان او نسبه السكر قلت في الدم يحس انه جعان او عايز ياكل اه. فياكل. فخلاص هو ده اللي بيديله الطاقه طاقة. بتاعته، ياخد الاحتياج اللي هو محتاجه والباقي يخزن. تمام. وهكذا فيبدا تراكمي ان هو الواحد ما بيزيدش في شهر واتنين، بيزيد في سنه واتنين وتلاته تدريجي 20 و30 كيلو. للاسف بيجي يقول لك انا عايز اخس بسرعه، فبقى الموضوع صعب. فلازم ننظم في فترة رمضان، وخصوصا شهر رمضان في ناس ممكن تخس فيه كويس قوي وفي ناس لا. مهم. فده بيختلف برضو على كميات الأكل ونوعياتها. يعني ممكن واحد بياكل كميات كبيرة في الأكل ده ممكن يخس في رمضان لو نظم نفسه بس ما عملش رجيم. يعني ايه بقى نظم نفسه؟ يعني نظم. المشاريب اللي حضرتك الاول ذكرتها ناس غالبا بتفطر عليها فعلا التمر هندي العرقسوس الكركديه وتبقى عليها كميات سكر رهيبه. الصح بقى كل اللي حضرتك الاخطاء دي تصحيحها هيكون ازاي؟ نحاول ان احنا لما نشرب عصير ناخد بسكر معلقة او معلقتين بالكتير قوي. ما نحاولش ان احنا نشرب كوبايتين وثلاثة واربعة. هي كوباية ومعاها كوباية او كوبايتين مية مفيش مشكلة. ده ساعة وجبة الفطار اما بجرح صيامي، او اخد كوب لبن وثلاث بلحات سكر. البلح من السكريات الخفيفة مهم. الجسم بياخدها ويبدأ يهيئ بيها نسبة السكر الموجودة في الدم يخليها في المعتدل، ما يبقاش قليل قوي، ما يبقاش الانسان حاسس بشراهة في الاكل. برضو في قيمة الياف عالية فتديله احساس بالامتلاء، مهم. مش ميه بس وسائل، فبالتالي ممكن يحس انه عايز ياكل اكتر. فبالتالي انا لما باخد مثلا كوبايه عصير او بلح مع لبن كسنه، ان انا اخد مثلا كوبايه الميه مثلا مع كوبايه العصير مع البلح او اللبن، دي من الحاجات اللي هتديله الاشباع. ولازم ادي فتره بين جرح الصيام وبين ان انا اكل الوجبه الرئيسيه بتاعتي. نقوم نصلي المغرب مثلا مثلا. نصلي المغرب، نحط وجبه نجهز الاكل، ندي فرصه، ما نحاولش ان احنا نحط الاكل ساعه ما يأذن نبقى بناكل. دي من الحاجات الخاطئه جدا اللي بتعمل تخمه وبتعمل سمنه وبتعمل زياده في الوزن، بتعمل مشاكل في الجهاز الهضمي واضطرابات في القولون. ناس كتير قوي بتشتكي من القولون في رمضان بسبب ان هم بيقبلوا على الاكل مره واحده، مم. صيام مره طول اليوم واكل مره واحده، يتعب المعده جدا. ترتيب الاكل يا دكتور. ترتيب الاكل يعني احنا مثلا زي ما احنا قلنا ممكن نجرح صيامنا بحاجه خفيفه، نصلي المغرب نجهز اكلنا، بتبقى فرنج من ربع ساعه لنص ساعه تقريبا، وبعد كده بندخل في الاكل بتاعنا. نبتدي دايما بطبق السلطه او الشوربه الدافيه عشان تدي الجسم
الفيتامينات والمعادن اللي بتبقى ناقصاه، فيها قيمه الياف عاليه فتبدا تحسسه بالشبع عشان ما يميلش الاكل بكميه كبيره. مهم. ياخد الرز او المكرونه او العيش ايا كان اللي موجود، المصدر النشويات اللي بيحب ياكله، مع ان هو ياخد جزء من البروتين سواء لحمه او مهم. فراخ او سمك او اي مصدر من المصادر اللي احنا عارفينها. دي بالنسبه لترتيب الاكل بتاعنا. بعد الاكل بساعتين 3 لو نفسه يحلي باي حاجه حلوه، مفيش مشكله انه ياخد بسبوسه، كنافه، قطايف، الحاجه اللي بنحبها، عشان برضو ما نبقاش محرومين في حاجه في رمضان. ممكن نشرب عصير او ناخد فاكهه او زبادي فواكه، مفيش اي مشكله. دي حاجات تخلي الجسم ياخد نسبه السكر اللي ممكن يحس ان هو بعد الفطار بيميل ليها شويه، مهم. وبالتالي بس لازم يسيب وقت، لان في يسيب ناس وقت. بتفطر تبقى عايزه تاكل حاجه مسكره على طول وراها. لا، كله ورا بعضه. في احنا لازم نبقى فاهمين ان الفواكه والحلويات، الحاجه المسكره سرعه هضمها بتبقى اسرع مم. من البروتينات، فبالتالي لما بناكلها بعد الاكل على طول ما بنستفدش منها استفاده كامله. تمام. فبالتالي احنا بندي وقت ساعتين 3، ندي فرصه ان الجسم يبدا يهضم ويستريح، يبدا مم. ياخد الاحتياج بتاعه كامل. وساعتها ممكن بناخد كتصبيره بين وجبه الفطار ووجبه السحور، ان انا ممكن اخد الحاجه المسكره الخفيفه اللي هتديني احساس بشبع، لان زي ما احنا عارفين الحاجات المسكره بتجزع النفس شويه او مم. بتقفل مركز الاحساس بالشبع والجوع، ومش هتخليني اميل ان انا جوع تاني. السحور. السحور هناخد طبعا زي ما احنا قلنا الاحتياج بتاعنا. اذا كان في عيش هناخد مثلا الرغيف السن او نص البلدي او رغيف بلدي على حسب احتياج كل شخص. طبعا الموضوع ده ولازم بيختلف. نشويات بالليل، لانه كان في حد عنده صداع على طول، فالدكتور نصحها قال لها ما تناميش جعانه، لازم تسحري حاجه فيها نشويات، لانه الجوع بسبب صداع. الى اي مدى المعلومه دي هو مظبوطه؟ السحور مهم جدا، والسحور مهم جدا ان احنا ناخد حاجه تديني سكر فتره طويله اللي هي عباره عن النشويات. اه. مش هاخد سكريات احاديه ان انا اشرب مثلا عصاير او اخد حاجات مسكره بس. في ناس تاخد علبه زبادي وخلاص. لا بصي، لو هناخد زبادي لازم ناخد معاها برضو حاجه فيها سكر زي الفاكهه. امم. فبالتالي في ناس تقول لك انا ما اقدرش اكل بالليل وانام فببقى تعبان قوي. احنا بنقول لك ان انت ممكن تتسحر وتنام بعدها بنص ساعه ساعه، ما فيش مشكله. ساعتها ممكن تاكل زبادي فواكه مثلا 2 3 مفيش مشكله، او تاخد كوبايتين زبادي وثمرتين فاكهه كويسين فيهم الياف فيهم ميه يحتفظوا بالميه فتره طويله في اليوم. تمام. ممكن اكل خيار، الخيار من الحاجات الكويسه اللي بتحتفظ برضو بالميه وما تحسسش ان انا عطشان. الناس اللي بتديها في وجبه السحور بتجوع تاني اكتر الصبح. اه. يعني هم دول اللي يصحوا الصبح يقول لك لا ده انا جعان جدا وعطشان جدا. لو جرب ياكل وجبه خفيفه وتعود عليها، لان الجسم زي ما بتعوديه، تمام. اذا عودته ان هو ياكل غلط هيبدا ياكل غلط على طول، لان هو احتياج. يعني اديته حضرتك سكر قلته ده زياده. انت ما خليتش حد نفسه في حاجه بس نظمتها له. بالظبط. يعني احنا ما حرمناش حد من حاجه، حضرتك قلت هياكل رز، هياكل مكرونه، هياكل، بس يعني طبعا يقلل شويه في الكميات، ما يدبهاش زي ما انت قلت، وفي نفس الوقت تنظيم. لكن قبل ما تدخل على طول، قبل ما نبتدي الهوا، قلت لك انه في ناس بتشتري الكحك من دلوقتي على طول عشان تلحق بقى او تعمله في موسم بقى. البيت. كل سنه بالظبط. وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب. فطول ما هو قدامها الواحد للاسف ما بيحسش انه خد، يعني كحكايه على غرايبايه على مش عارفه ايه، تلاقي نفسك مثلا اكلت طبق حلو كده وانت حاسس ما عملتش حاجه يعني. الحلويات ده احتياج الجسم بيحبه عشان المزاج بس. يعني كجسم محتاج سكريات بالصوره العاليه دي، او صوره النشويات اللي هي الخفيفه اللي عباره عن الدقيق، دي من الحاجات اللي بتخش تتخزن في الجسم شويه بنسبه كبيره، وممكن تزود معاها حاجه اسمها ترايجليسرايد او الدهون الثلاثيه. الدهون الثلاثيه دي مش بتيجي من الدهون بس، ده بتيجي من النشويات والحلويات بالذات او الحاجات المسكره. فاحنا هنبقى طالعين من صيام كان في فطار وسحور وبنفضل فتره طويله من غير اكل، هتلاقينا مايلين في فتره العيد ان انا ما بعملش ان انا اكل الصبح كتير. خلاص شهيتي ما عادش الصبح زي الاول، غير في الصيام. في اول الصيام احنا دايما بنقول اللي بيبقى داخل على شهر رمضان بيبقى متعود يفطر ويتغدى ويتعشى بيجوع الصبح كتير لحد ما يبدا يتعود. نيجي في اخر رمضان بدانا نتعود على الوضع الجديد، استغله بقى. فنيجي بقى في اول العيد مش عارفين ناكل غير الحاجات البسيطه السكريات الخفيفه دي، وتلاقينا بناكل فيها وبنزود كميه عاليه، ودي ممكن تعمل لي تلبك معوي رهيب، لان انا مش متعود ان انا اكل القصص دي بكميات كبيره. اخد احتياج جسمي، يعني انا ممكن اخد ان انا نفسي فيه، ممكن اخد واحده 2 واوزعهم على مدار اليوم، ما اكلش مره واحده 3 4 5 خلاص انا بحبه وحشني وبقاله كتير ما شفتوش فعايز اكل منه بكميه كبيره. لا انا طالع من رمضان ومحروم وعايز اكل، ما تفكرش فيها كده، لازم اغير فكري للفكر الصح. احتياج جسمي ايه؟ الاكل ده هيفيدني ولا هيضرني قبل ما اكله؟ لو هيفيدني انا هاكل منه، لو في ضرر الإرادة يا دكتور. الإرادة والصبر مهمين جدا. ودايما الأكل ده نعمة،
وكلنا بنحب الاكل، مفيش حد ما بيحبوش، بس تنظيم النفس. لازم ابص لنعمه الجسم بتاعي والصحه، وابص لنعمه الاكل، واشوف انا جسمي هل محتاج ان انا احافظ على رشاقته وشكله، ولا محتاج ان انا اكل الكميات الكبيره او النوعيات الغلط بكميه كبيره. احنا ما بنقولش ان احنا نحرم نفسنا، هناكل كل حاجه، هنفطر ونتغدى ونتعشى بعد رمضان، هناكل كل اللي احنا عايزينه بس بنظام. لو انا من النوع اللي انا ما بمارسش مجهود حركي ورياضي، مهم جدا ان انا ادخل حركه ورياضه في شغلي او في حياتي، سواء في البيت لست البيت او اللي بيشتغل بره او اللي بيعمل اعمال مكتبيه، لازم يبقى فيه مجهود حركي ورياضي مش اقل من نص ساعه يوميا. طيب هو للأسف الوقت خلص، بس نتمنى ان حضرتك تشرفنا مرة تانية، يمكن نعمل حلقة عن تنظيم الأكل. هنقول خلاص اللي فات فات، ورمضان إن شاء الله يعني يا رب فضلنا فيه 10 أيام كده، يا رب يبارك لنا فيهم يا رب. يا رب. ومصر كلها تبقى كويسة فيهم، لكن مهم كمان إنه بعد رمضان ننظم أكلنا. فيا ريت حضرتك تشرفنا نعمل حلقة نقول إزاي ناكل صح من غير زي ما بيقولوا لا إفراط ولا تفريط يعني. بالظبط. بشكر حضرتك دكتور هشام الوصيفي، اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا. وزي ما يمكن دكتور هشام قال انه ما حرم يعني ما جاش على صنف معين قال لكم ممنوع او ولا حاجه، حتى الحلويات قال لكم عايزين تاكلوا كل يوم حاجه بسيطه منها خدوها، لكن الفكره في انه مهم ان احنا ننظم الاكل. يا رب يحفظ مصر دايما، وتبقوا دايما بصحه وعافيه كده وتصبحوا على خير.